تعال نكمل كده برضو كلمتين معانا بستخدمهم مع البريزنت بيرفكت اللي هم ايه؟ كلمه ايفر وكلمه نيفر، واضحين خالص وعارفينهم من زمان. طب تعال نشوفهم كده. كلمه ايفر بستخدمها بايه؟ بستخدمها مع الكويستشن في حاله السؤال، صح؟ وكلمه نيفر بستخدمها بمعنى النيجاتيف. كلام جميل، ده الكلام اللي انت اخدته زمان. هتيجي ازود لك كمان حبه. كلمه ايفر انت في الطبيعي بتاعها بتستخدمها في السؤال بتاعك. مثلا اقول لك ايه؟ have you ever visited طنطا؟ have you ever visited طنطا؟ انا هنا بطلب ايه؟ بطلب معلومه. انت عمرك زرت طنطا قبل كده؟ طيب كده بص معايا. have you never been to طنطا؟ ايه ده انت ازاي ما رحتش طنطا؟ يبقى انت متفاجئ، يبقى انت حصل لك سربرايز، يبقى انت ايه؟ متفاجئ. يبقى كده have you never been to طنطا؟ انت ازاي ما رحتش طنطا يا ابني؟ ده مكان رائع. تمام؟ يبقى هنا ايه؟ انا بستخدم كده كلمه ever ونيفر زي ما عملت مع كلمه yet والready. يبقى هنا بطلب معلومه، انا ما عنديش المعلومه فاستخدمت ever. اما مع كلمه never انت بتعمل ايه؟ انت متفاجئ مستغرب. تعال نروح على الجمله المنفيه. كلمه ever ممكن انفي الجمله بتاعتي باستخدام ever برضو، بس هتجيب معاها not. يبقى اجيب have not، يبقى I haven't ايه؟ I haven't ever. جميل؟ او hasn't ever برضو. اما كلمه never ما ينفعش تجيب معاها not، يبقى تقول I have never. يبقى تاني كده، يبقى انت بتقول I haven't ever، يبقى انت جبت كلمه ever برضو في حاله النيجاتيف لما تيجي تنفي، بس لاحظ استخدمت معاها كلمه ايه؟ not. بس مع كلمه never اوعى تحط معاها ايه؟ not. ماشي؟